مساء الخير. أنا في متحف المصري الكبير. آه، فوأنا في المكان دوت ممكن بديهي جدا جدا بما إني في أحدث متحف في العالم كتكنولوجي وكإنشاء. هسأل سؤال بديهي جدا. هو يعني إيه متحف؟ فممكن عشان السؤال بديهي جدا ممكن الإجابة تتكعبل معانا شوية، لكن لما نحب نتكلم يعني إيه متحف هنقول كده ببساطة: هو مكان بيجمع أفكار أو تراث او نتاج عقلي، بدل ما هو بيجمعه عن طريق حاجات مكتوبة، مقالات مكتوبة او افكار مكتوبة او كتاب. بيجمعه في هيئة تماثيل، اواني، ادوات هم استعملوها. فزي ما الكتابة بتعبر عن الفكرة، الاشياء المتسابة من عصر من العصور برضو بتعبر عن الفكرة. طيب، عايزين بقى نشوف حاجة بتعبر عن اول شكل المتحف. فاحكي له كده حكاية لطيفة قوي. في الدولة الحديثة في فترة حكم الملك تحتمس الثالث، كان راح سوريا عشان في شوية إمارات سورية كانت موالية لمصر بدأت تفكر تخل بالعهد دوت. فهو راح عشان يلم الدنيا المتلخبطة ديت هناك. فهو هناك معدي لقى ناس كده بتاكل طائر غريب مسلوع. ايه ده؟ فقالوا له بالسوري الدجاج، اللي هو فراخ يعني عندنا احنا في مصر. فقال لك شكله يعني بيتاكل ماشي. طب اجرب اخد بقى شويه معايا في مصر اشوف الناس تعمل مع الكائن المسلوع دوت ايه. الفكره ان هو خدوا مصر، المصريين قرفوا منه. بقى هنسيب البط والوز المنظظين دول وناكل الدجاج المسلوع ده برجلين رفيعين؟ فالمصريين يتعاملوا مع الفراخ على انها طيور زينه مش حاجه تتاكل، وبالفعل قرفوا منها. مش بس كده، ده هو عاوز يأرخ للكائن الغريب ابو رجلين رفيعه ده. فراح في معبد الكرنك عند صالة الاحتفالات، راح عامل حاجة اسمها بوتانيكال جاردن أو حديقة نباتية. دي أوضة بدأ يرسم فيها الكائن ده اللي هي الطيور المسلوعة ديت، الدجاج اللي شافها في سوريا، عشان يحفظ إن هو أول حد شافها وأول حد جابها لمصر. فهي فكرة حفظ لمعلومة، إن أنا أول حد راح جاب الطير المسلوع ده المقرف بالنسبة لنا. فتخيل المصريين من زمان قوي موضوع الطيبات ورفضهم للفراخ. ماشي.